السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله زينين حبايبي. عندنا هاي الكنافة اللي هي هاي نوعيتها الكنافة. شوفوها، هذا شكلها الكنافة. حبيت اسوي كنافة على السريع. دهنت القالب وخليت طبقة خفيفة من الكنافة هنا الشعرية اللي هي الكنافة الباكستانية، وراح اسوي المحلبية مالتها، وحضرت الشيرة على النار. على السريع نسوي اطيب كنافة، طعم طيب ويحبوها الاولاد. وهاي هنا خليت قلاص شكر وقلاص مي وهيل. دا اسوي الشيرة احضرها حتى اسوي اطيب حلا واسرع حلا. وهنا حبايبي ضفت مي قلاصين، وضفت 4 ملاعق ترس اللي هي هاي مال الطعام، حليب نيدو، وضفت نشا 3 معالق واثنين اكل شو يسمونه شكر، العفو. راح اسوي وياكم المهلبية مالت الكنافة حبايبي. زين عيني. طبعا اعذروني الكهرباء مطفية، واليوم ما اعرف شو جاه الكهرباء، وماكو لا كهرباء وطنية ولا سحيب. يلا شو تسوي، هذا حال العراق. وهذا تصويرنا بالظلمة حبايبي. يعني دهن خليت له والكنافة. وهنا المحلبية مالتنا هاي حضرتها، والشيرة على النار، وبقويانا اطيب حلا وعلى السريع حبايبي. وهاي هنا استوت عندنا مثل ما تشوفون. شوفوا قوامها، شوفوا شلونها. طبعا طعمها كلش طيب لان بحليب النيدو. هنا أنا عندي كالة، راح اضيف لها ملعقة متروسة كالة، ملعقة طعام. وهاي هنا مثل ما تشوفون هاي الملعقة راح اضيف لها اياها. ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. راح نبدي نحركها. طبعا كلش طعمها كلش طيب. هسه راح نخلطها كلش زين ونضيفها لشعرية الكنافة. وهاي هنا مثل ما تشوفون ضفت هاي الطبقة ملها، طعمها طبعا كلش طيب حبايبي. راح اضيف هسه الطبقة الأخيرة هي الكنافة. وهذا هنا مثل ما تشوفون، شوفوا ما شاء الله هذا شكلها. وهسه راح نخليها بالفرن، وابقوا ويانا ان شاء الله تعجبكم حلا سريع وطيب مثل ما قلنا لكم، والكل يحب الكنافة. وهاي هنا مثل ما تشوفون خلصناها ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا القطر مالتنا كامل تبارك الرحمن. طبعا ريحتها كلش طيبة، اللهم صل على محمد وآل محمد. ما نخليها كلش حلوة، حلاتها مناسبة. وهذا شكلها ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد.